السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وبالضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم جميعا. هكذا هي إذن. فعندما تلتقي اليابسة بالبحر غالبا ما تقع مواجهة عنيفة، إلا أنه وتحت ظروف معينة هذا الاحتكاك قد يتصاعد ليصبح من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا. كارثة كبرى وخرابا نزل بتركيا وسوريا، زلزال مدمر وضحايا بالآلاف، وتسونامي منتظر، ودول عربية مهددة بالخطر. سلم يا رب سلم. فبعد زلزال الذي تلقته كل من سوريا وتركيا، الذي وصلت قوته إلى 7.8 ريختر، والذي انهارت على إثره بعض المدن، والذي خلف وراءه الآلاف الضحايا، الذي وصلت إلى 21,700 قتيل، الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض بين صرخات الفزع والألم، ووسط بكاء وانهيار عائلتهم في مشاهد لا يمكن أن توصف بقسوتها. وعلى الرغم من أن العمليات لا زالت مستمرة في البحث على الناجين من تحت الأنقاض، إلا أن هناك كارثة أخرى متوقع أن تحدث بسبب الزلزال: تسونامي البحر الأبيض المتوسط، والذي حذرت منه إيطاليا في الساعات القليلة الماضية. إذ تسبب الزلزال في موجات تسونامية صغيرة في القبرص، ومن المتوقع أن يكون هناك انهيار أرضي تحت الماء، والذي سينتج عنه عواقب كارثية. وعلى الرغم من مرور عدة ساعات على وقوع الزلزال، إلا أن الخطر لم يختلف تماما، سواء بسبب الهزات الارتدادية التي كانت قوية بشكل لافت بعد هذا الزلزال، أو بسبب زلزال لاحق. ويحدث تسونامي على الأغلب بزلازل قوية أو انهيارات أرضية أو دوران البركان. ويلعب التاريخ في دور الشاهد على تسونامي البحر المتوسط، والذي حدث خلال العقود الماضية جراء هذه الأسباب، بالإضافة إلى أن الزلزال الذي تشهده منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تصل قوتها ما بين 7.5 إلى 8 ريختر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 5 إلى 6 أمتار. وعندها تكون العواقب وخيمة. وفي حين أن العلماء يسارعون في العمل على الكشف السريع عن الانهيارات الأرضية والتغيرات في مستوى سطح الماء لإطلاق إنذار مبكر، فهناك تحد أكبر يواجههم يكمن في حجم البحر الأبيض المتوسط الصغير نسبيا. فمن شأن موجة تسونامي الوصول إلى كل نقطة على سواحل بسرعة كبيرة، بحيث يكون خلالها وقت الإنذار المبكر غير كاف. وتعد مصر والمغرب والجزائر من أكثر الدول عرضة للخطورة، وأكثرهم مصر. والأمر يتمثل في الجبال الساحلية التي تتواجد في بلد مثل تونس وفلسطين والجبل الأخضر بليبيا، من شأنه أن تعطل حركة التسونامي وتخفف من حدة الخطر، في حين أنه لا يوجد أي جبال على الساحل المصري، وكون المدينة الإسكندرية تقع على ارتفاع 5 أمتار من على سطح البحر يضعها في حالة أكثر عرضة للخطر حالة حدوث تسونامي مرتفع. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الدلتا التي تمثل أكبر تجمع بشري في مصر
خطرا محتوما في حالة حدوث تسونامي مرتفع، وهذا لأن المنطقة تساوي سطحها مع سطح البحر أو يعلو عليها قليلا. وقد شهدت مصر بالفعل أمواجا عالية تضرب الحواجز على شواطئ البحر في المدن الساحلية مثل الإسكندرية ومنتجع رأس البر بمحافظة دمياط مباشرة بعد زلزال سوريا وتركيا، إلا أنه لم يتم تحديد السبب كونه على علاقة بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، أو أنه بسبب الطقس السيء الذي يعم البحر المتوسط حاليا. وفي الختام عزيزي المشاهد، نسأل الله الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.